في البداية خلينا نقول أصلا يعني إيه أدرينالين وإيه تأثيره على الجسم. الأدرينالين هو هرمون وناقل عصبي بتفرزه الغدة الكظرية استجابة للتوتر أو الخطر، وده بيلعب دور مهم جدا في جسم الإنسان، بمعنى إنه بيساعد الشخص وبيعده في المواقف الطارئة. تمام، طب احنا دلوقتي بنقول إن هو حاجة مهمة جدا للإنسان. هو ليه تأثيرين، عندنا تأثير إيجابي وتأثير سلبي. هنبدأ بالتأثير الإيجابي. رقم 1 بيزود الطاقة في الجسم فبيخلي اللاعب أداؤه قوي وسريع. رقم 2 بيزود قوة العضلات، وده عن طريق تدفق الدم، وده بيساعد اللاعب إنه يتحمل أكتر. 3 بيزود التركيز والانتباه وبيخلي اللاعب قادر إن هو يشوف تحركات خصمه بشكل أفضل. رقم 4 بيحسن سرعة رد الفعل وبيخلي استجابة اللاعب للهجمات سريعة جدا. رقم 5 تقليل الشعور بالألم، لأن أصلا الأدرينالين ده مسكن طبيعي فبيخلي الجسم مش حاسس